بقى النهارده يومنا. لسه جايه من تحت قلت الم الغسيل وانشر غسيل تاني. اهو بقى الغسيل ما شاء الله بعد ما لميته طبق ده كل اكتر حاجه بكرهها الغسيل لمه نشيره تطبيقه. كده طبقت الغسيل وحطيت دوره جديده. كنت جايبه بقى حاجات برك من المنظفات فجبت كيس اريال تبع 20 جنيه اوكسي ومعاه كيس زي جل كده اوكسي مقاطعين بقى برسيل والكلام ده فبنحاول نجيب الحاجات الكويسة ويكون مش مقطعة. ولقيت عنده عنبر بتاع مايوي كان بقالهم فترة ماسكين على عبير الزهور البرية مكانش عاجبني خالص. ما صدقت لقيت حاجة جديدة رحت جايباها على طول وبشغلها على فكرة ب40 جنيه. حلو يعني بالنسبة لأسعار تانية وحلو بيقعد حبة كويسين. يعتبر برضك عشان تبقوا عارفين اوفر من الصابونة. لقيت ده برضه كنت بدور عليه من فترة. ده بتاع مايوي ده برضه تحفة برضه يا جماعة ما استعملش غيره يعني. ودي مخمرية لقيتها عنده 15 جنيه. لقيت ده مرطب قلت كده بعد غسيل مواعين كده والكلام ده كله ترطبوا ايدكوا بيه تحفة برضه حلو. بس كده دول يا جماعة البنات يعني دول اهم من المكياج والله يعني الحاجات دي مع معجون سنان كده تحفة كده اهم من المكياج والكلام ده كله. وده صابون ده كيس ده بريل قال ده زي البريل بالظبط هجربه لسه. وده صابون عادي. ودخلت على المطبخ قلت اقشر لي كده برتقانتين دول برتقان فلاح كده جايباه من واحده كده تحفه بجد طعمه مسكر قوي جميل قوي من واحده فلاحه بتيجي بيه. اقشرهم واكلهم بعد البرتقان. هعمل بقى كوبايه كافي بريك او كابتشينو مش عارفه اعمل ايه. لا ممكن اعمل كافي بريك. من الكيس حط ميه في الكاتل اهو هتسحب ميه كتير قوي. دي الحاجه بقى لسه في الميه اهو حطها في الميه. هعمل الكوفي بريك ده هقعد اكل الحاجه دي كده واشرب واروق على نفسي كده واقوم اكمل عشان انا حاسه اني مصدعه. النسكافيه بتاعي والفراخ كانت اتصفت خلاص بقت جميله اهي ناشفه. اهم حاجه الميه الزفره كلها تنزل. وانا كنت غسلاها كويس برضه بميه يعني بعد ما نزلت بعد ما نقعتها في المحلول بتاعها شطفتها بميه لحد ما الميه بقت بيضه معايا كده. وبعدين طماطميتين بصلتين 3 كده فصين توم وقرن فلفل حامي صغنون عشان خاطر يعني نص قرن كده عشان خاطر الرحيم ميبقاش حراق. وكان في بقيت فلفل اخضر رومي قلت برضك عشان خاطر ما نحطش حراق كله ما يعرفش ياكل. هو بيحب الحراق بس الحرق شويه مش حرق اوفر. ودي قلت هتبل فيها احط فيها الفراخ وهغطيها واسيبها بقى براحتها. وانا جهزت بقى البهارات كلها ملح وفلفل كمون قرفه جنزبيل كده بابريكا. ودي الكبه نحط فيها الخضار بتاعنا. هبدا احط فيها فصين الثوم الاول كده هاتين لورا وطماطميتين اقسمها كده عشان محطهاش كلها نقطعها نصين. قدرنا الخضار معانا البصل والفلفل والقوطه والثوم وكله حطيناهم هنا في قلب الكبه وهنحطهم في وهنحطهم يتفرموا. هتفرموا واجيلكم. خلاص كده فرمتها احطها بقى هنا في الطبق اللي انا احط فيه الفراخ. بس احط الاول الخضار احط عليه البهارات وبعدين بقى اقلبهم في بعض وبعدين احط عليه بقى الفراخ تتبل. حطينا اهو الخضار بقى نفتحها من البهارات. انا بحط كمون يا جدعان في التتبيله اللي حابب يحط مش حابب يحط بس انا بحس ان يبقى فيها طعم حلو قوي بتبقى طعمها حلو في التتبيله متبقاش فيه زفاره كده بتبقى جميله. احط حبه فلفل اسود. الفلفل الاسود عندي قرب يخلص كويس ان انا لقيت شويه كمان يكملوا التتبيله. وانا نازله اجيب رحيم ابقى اجيب واجيب مكرونه عشان ملقتش مكرونه كمان. في بركه معرفش في يعني مهما تجيبي ما بيكملش حاجه خالص.
لانه غالي وكتير قوي، بنجيب مثلا ب10 او ب20 بالكتير، برضك ما بيكملوش حاجه. ونحط بقى، حطينا ملح، حطينا فلفل كمون، ونحط شويه بهارات ايه بتاعت فراخ بس كده. مش عارفه مش حبيت جنزبيل، ما كتروش برضك قوي يعني ايه، كل حاجه معلقه صغيره كده او نص معلقه على حسب الكميه. دي قرفه برضك، حبه مش كتير برضك عشان ما تغيرش طعم قوي يعني، بتبقى ريحتها بتدي بس ريحه ايه حلو. شويه بابريكا، ممكن تحط بابريكا ايه معلقه كبيره شويه. نحط من هنا ايه بقى، كفايه. نفكر كده هي وايه، كفايه كده. حط شويه ملح، خدنا بقى ايه نص معلقه كده كبيره ملح، وهنبدا بقى نمكس كل ده كده مع بعضه. لو عندك معلقه عسل نحل بقى طبعا حط، بس انا ما عنديش. يبقى اجيب بقى عشان برضك بتخلي الفراخ حمرا وجميله قوي. ممكن احط حبه سكر، وانتوا كمان حطوا حبه سكر لو ما عندكوش عسل، برضك بيعادل الطعم، يبقى في كده ايه محموضه، مبقاش في حموضه وكده. حطيت معلقه صغيره سكر، بس بقى نقعد بقى ايه نقلب كده. عندك بقى صويا صوص حطي، عندك اللي انت تحبي بقى تحطي دي فيه كده كده. بالنسبه لي بتبقى جميله قوي. دي بقى ايه حته الفرخه كده، تتبليها كده عشان تتاكدي اللي هي كلها دخل فيها التتبيله. هي الفراخ مش كبيره قوي، لو كبيره شويه بقى واحطها في التلاجة على ما اخلص بقى كل اللي ورايا بقى هشويها. يعني مثلا هعمل مكرونه، اعمل التسبيكه دلوقتي، اخلي مثلا قد اسلق المكرونه واحطها في الايه في ال في التسبيكه بتاعتها يعني. وهعمل الرز برضه احطه في التلاجة، واروح اجيب ريمو واكون بقى ايه تبرد شويه، هروح اجيب بقى وبعدين ابقى اطلعها اشويها، كل حاجه خلصت معايا كده. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 1:30، قدام نص ساعه بالظبط اكون خلصت ان شاء الله. الفراخ كانت خلصت معانا، التتبيله خلصت. بابا انا حاطه بقى كده بص على الوش عصره ليمونه كده، بص ليمونه كده بعصرها على الوش، اللي حابب يضيفها يضيفها، بتخلي الطعم حلو برضه، بيبقى مزز كده في الصفاره في الحاجه. بس كده هغطيها بقى، شكلها مش فيه كده. نجيب حله على النار، نحط فيها حبه زيت وحته سمنه، كده السمنه ان هي بدات تسيح معانا، ننزل البصل احنا فرمناه ده، نزلنا بالبصل وحطينا عليه قرن فلفل كده، سايبين بس يلت منه قلب عشان ميبقاش حادق قوي، ده وسط كده. وبعدين نحط فصين توم بقى، اول ما تاخد الدرجه دي نحط فصين توم يتحمروا معاه عشان التوم يتحمر قبل البصله. حطينا فصين التوم كله بقى يتحمر مع بعضه كده، ياخد لون مع بعض حلو كده. واصفي القوطه وانزل بيها بقى اول ما تاخد لون حلو كده. يتحمروا كلهم كده في قلب الحلل. اول ما بس التوميه تصفر شويه هنزل بالطماطم، هروح اصفيها على ما تصفر شويه. جهز حاجات المكرونه، مكان بقى الكبه بقى كده ما هي وسخه بالمره، قلت افرم فيها ايه بصلتين كده، هي مطرحه بصل القوطه يعني فلفل كده كده. القوطه البطاطس بتحط لها الكلام ده، هي اصلا مش يعني ما فيهاش كتير، هي بس مطرحها كده. افرم بقى بصلايه على طول كده عشان خاطر الوقت خلاص مبقاش في وقت كده. خلاص البصلايه اتفرمت، نحط كمان الطماطم كله مع بعض كده عشان نشيل الخلاط.
ده كمان الطماطم اتفرمت حلوه قوي. امسح الخلاط كده مسحه واشيله عشان خاطر الرخامه تبقى ايه فاضيه حواليا عشان اعمل الرز بلبن. امسح الخلاط اهو دي اول باول كده تلاقيه معاك نضيف على طول، متستنيش لما يتمرمط منك خالص. الرز بلبن هنجيب حله نحطها على النار ونحط الرز. نعمل كميه صغيره. هو الرز صف الاول كده عادي هتحط اصلا ميه تاني. ده الرز اصلا انا نقعاه بقاله شويه يعني كنت نقعاه شويه عشان يبقى دايب كده معاكي. بس حبه صغيرين يجي ايه كوبايه كده صغيره، كوبايه رز صغيره وعليها كوبايتين ميه واسيبهم يستووا شويه في قلب الميه وبعدين احط عليهم كيلو اللبن. هنا بقى الرز بلبن كنت جبت خلاص رحم من الحضانه، نزلت جبت الحضانه اصلا قدام البيت على طول ونسيت اجيب المكرونه. شفت بقى نزلت جاري عشان كنت اتاخر عليه ونزلت جاري نسيت المكرونه جبت وطلعت اجري. المهم انا هنزل تاني بقى عشان نسيت خلاص قربت تتسبك والرز اهوت خلاص كده استوى شويه معانا خلاص كده المرحله دي وشرب الميه بتاعته كده. نحط بقى اللبن بقى، حطينا بقى اللبن على الرز ونسيبهم بقى يستووا ايه مع بعض شويه كده لحد ما الرز يستوي كويس. انا بحب اعمل اصلا الرز بلبن في الحله. حطينا بقى كوبايه السكر بتاعتنا، انت بقى براحتك بقى. انا حطيت كده دي كانت مليانه حطيت لحد يعني هنا، انت براحتك بقى. عايزه تحطي كوبايه كامله حطي، عايزه اقل من كوبايه حطي برضه. ودوبتهم كده بردك بعد ما الرز استوى واتاكدت ان الرزايه كده مستويه وحلوه. هبدا انا دلوقتي احط ايه معلقتين كريم جانتيه، معلقتين كريم جانتيه ممكن تدوبيهم بشويه ميه وبعدين تحطيهم براحتك اللي انت عايزاه عشان ما يكلكعش منك، بس هو عادي هيدوب عادي يعني. وبعدين هنحط بقى النشا ده بس ده بقى عادي على طول. وبعدين هنحط نشا، لو عندك كيس لبن بودره حطيه، حطي النشا وغيركم اهم حبه النشا 3 معالق كبار او 4 معالق وسط، تعالوا بحبه ميه عشان يدوبوا. حطهم بقى في ايه في رز بلبن. دوبت النشا كويس انزل بقى بيها. اول ما تنزلي بقى بالنشا تقعدي تقلبي بقى ما توقفيش تقلب بقى، تقلبي شويه كده عشان خاطر ايه يلف معاكي. وكده محتاج شويه لبن كمان عشان حاسه لو تقل كل شويه كده هو بقى تمام. انا بقى عندي بقى ايه معلقه قشطه كده على حتتين سمنه بلدي. هي سمنه بلدي اصلا قشطه بردك عادي، لو عندك قشطه بردك حطي علبه قشطه. ما عندكيش وعندك سمنه بلدي اللي هي الاصليه دي البيضه ديت حطي منها، ما عندكيش ما تحطيش يعني لو مخلطه او اي حاجه من دي لا. السمنه بلدي عشان هي تعتبر قشطه برضه. دي معلقه قشطه كنت بشي اللبن كده نزلت بالقشطه والسمنه جايه ريحين. في الاخر بقى خالص كيس الفانيليا بقى عشان يبقى ريحته حلوه مع السمنه السيح. ممكن حطينا كيس الفانيليا وايه ننزل كله اهو. حطيت بقى التتبيله كلها وحط حبه زيت صغننين كده بس كده واحط كوبايه ميه احطها على عين البوتاجاز من فوق يعني بالظبط 5 دقايق كده ولا حاجه على ما البس واصلي العصر. وبعد كده احطها في الفرن بقى يعني هحطها دلوقتي على النار، احط كوبايه ميه احطها على النار على ما البس واصلي العصر تكون استوت شويه 15 دقايق يعني بالكتير قوي. وبعدين احطها في الفرن واسيبها وانزل اجيب الحاجه من تحت على طول، اجيب مكرونه واجيب طحينه واجيب حاجات احطها في الفرن على ما اطلع بقى ان شاء الله يعني اعمل الطحينه واحط المكرونه تتسلق يكون هي خلصت باذن الله. اهي حطيتها على النار واحط بقى ايه كوبايه الميه اللي قلت عليها. متزودوش عن الحبه دول يا جماعه بس تشربهم كده وادخلها ايه الفرن كده تبقى جميله وطريه. يبقى دي ميزتها بقى اللي هي طريه عشان خاطر الاطفال يعني وكده. وبتاخدش حاجه بقى في الفرن يعني بكتير قوي نص ساعه، يعني تاخدها 10 دقايق كده وبعدين نص ساعه في الفرن تكون مع الشوايه كده تكون ايه استوت تبقى زي الفل، تبقى طريه من جوه. عكس بقى بتحطيها على الشبكه بتبقى طعمها احلى بس الاطفال ما بيعرفوش ياكلوها بتبقى ناشفه قوي.
لكن دي تبقى حلوه كده وجوسي للاطفال. كده بقى ده بتاع الناحيه التانية. تاخد بقى يعني ايه، تستوي برضه على الناحيه شويه كده، الجلد بتاعها يتغير شويه وبعدين ندخلها في الفرن. تمام كده. وبعدين لما اجي بقى افتح عليها الشوايه. فتحت الفرن وحطها على الشبكه. ودي الحله اللي انا حطاها للمكرونه. ودي الصلصه. وعندي شوربه فراخ بلدي، هطلعها اعمل لها شوربه ملوخيه ناشفه للي ياكل، يعني الرحيم حب يغمس كده يعني ياخد بالعيش. ماما بتحبها لو جت ولا حاجه كده يعني، تبقى عندي. هم اصلا في البلد النهارده عند تيتا، فمش عارفه تيجي ولا لا. طالعه جبت المكرونه وجبت الطحينه، وهكمل بقى بقيه الاكل. كنت حاطه الميه على النار قبل ما انزل، خلاص قربت تغلي، مديها عليها شويه، قربت تغلي اهيت. حط لها بقى الزيت وملح، حط لها حبه زيت كده، حبه ملح، الميه غليت كده بقى ننزل عليها بقى ايه، بنص كميه المكرونه. ننزل بشويه مكرونه، انا جبت كيلو 22 جنيه، حلوه احسن من الكيس واوفر. حطيتهم في الكمية بقى معايا، مثلا زودت شوية بقى تقريبا بتاع اكتر من نص كيلو. كده كده الاكل الفيت بيكفينا بكرة، يعني بطبخ على يومين. لو بقى اكل كتير بكفي بكرة عادي، ممكن ازود مثلا اجيب غدا او نص، اجيب اي حاجة مثلا على يتبقى واكمل بكرة، فعادي يعني متفرقش معايا. ممكن مزودة رز او مكرونة. المكرونة هي خلاص بتتسلق، على ما المكرونة تتسلق واحط المصفى عشان اصفيها. وانا عملت شوية الطحينة دول، حطيت ميه تسخن تكسر شويه كده خلاص. لا استنى تسخن شويه عشان متبردش، هي دوبك تدفى بس كده، لسه حطاها متبقاش مغليه كده خالص. تمام. نحط شويه خل بتاع معلقه كبيره، وحبه حبه زيت اللي يحب يحط بردك معلقه، وعصره ليمونه. ما الحاجات دي لازم تحطيها قبل الميه عشان خاطر تشوفي ما تزوديش، ما تبقى خفيفه منك. وعصره ليمونه، فص ثوم، قلبت بقى الحاجات عشان نشوفها بقى تحتاج ميه قد ايه. كده محتاجه ميه بقى، بقى الميه لحد ما السمك اللي انتوا عايزينه. في بيحبوها تقيله، في بيحبوها خفيفه، انا بحبها وسط كده. تمام اوي كده. قلبها كده نشوفها تحتاج تاني ولا ايه. لا كده مش تحتاج حاجه تاني، كده تمام اوي بالنسبه لي. في ناس بتحبها اتقل ما يحطوش ميه كده، قلب الميه كده لسه تتقل بردك لسه. حطيت حبه خل وحبه زيت وفص ثوم وحبه ميه والطحينه بتاعتي. لسه بقى احط ايه، حبه ملح. ظبطوا الملح يا جماعه عشان بتحرق دي بسرعه، ما تحتاجش ملح كتير. حبه ملح وكمون وكزبره بقى لو عايزين، يعني كده دول حلوين قوي. نحط لها حبه كزبره كده تمام برضو. نحط لها حبه كمون واكمل التقليب بقى بتاعنا. وحطينا عصره ليمون برضو، وحاجه اللي تذكر كده فلفل اسود. صدق يا زميله، يلا الحمد لله لسه اجيب فلفل اسود. انا مش عارفه ايه الزهايمر اللي انا بقيت فيه ده، حد يشوف لي حاجه للزهايمر. اقلب كده كله في بعضه.
انا بحبها كده خفيفه، مبحبهاش تقيله كده، مش بحبها كده، بحسها جميله وخفيفه. عايزين تقلوها هتقلوها. حلو. ممكن بقى على الوش تحط حبه بابريكا، حبه شطه لو بتحبوا الشطه اللي انتوا عايزينه، شكلها حلو. هحط لها حبه شطه كده على الوش. بصوا يا جماعه السمك، بصوا التحفه. هي بتتقل على فكره، كل ما بتسيبها بتتقل. كده جاهزه معايا، هحط لها حبه شطه على الوش وخلاص كده. السلطه برده جاهزه معايا، برده هحط لها شويه ميه وحبه ملح بس كده. السلطه والطحينه تمام. اروح اشوف بقى اطلع على الصلصه دي، خليها بردك ايه تكمل اللي هي كانت فيه على مصفي المكرونه. الصلصه خلاص اتسبكت، نحط لها بقى حبه ملح وحبه فلفل اسود. حطيت الملح اهو والفلفل واقلبه وانزل بقى بالمكرونه كده بقى متسبكه وتحفه بقى. ممكن نحط حبه سكر في الخطوه برده بتاعت التسبيكه دي عشان الحموضه. نحط حبه سكر صغير بس، وانزل بقى بالمكرونه عشان لو في حموضه ولا حاجه. هفتح الباب واجيلكم. كده المكرونه بقت تمام مفلفله وجميله قوي. كده كنا خلصنا بقى الرز اللبن. عملت الطواجن دي انا بحبها قوي دي ليا، لو رايحين برده اكل منها. انا عملت له برده هو واحد، عملت واحد ليا وواحد ليه. ده كده الشكل النهائي بقى للاكل بتاعنا. الفراخيه مشويه طريقه ازاي، غير بقى لما تكون مشويه على الشبكه بتبقى ناشفه، العيال ما بتعرفش تاكلها. ودي مكرونه بقوطه ما شاء الله جميله مفلفله وجميله، وسلطه خضراء وطحينه وده الرز بلبن بقى اهو الشكل برده في الاخر بتاعه. ده كده كان يومنا النهارده، وتفضلوا بقى معانا